السلام عليكم أخواتي، وأخيرا بعد غياب طويل رجعت معكم بهذا الفيديو. رمضان مبارك سعيد، نتمنى إن شاء الله تصوموا بخير وعلى خير نتوما والعائلة ديالكم. قررت إن شاء الله نشارك معكم السفوف ديالي أو سلو كما كنقولوا حنا في وجدة سلو، على الطريقة ديالي. نتمنى إن شاء الله تعجبكم، تفضلوا معايا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحمر اللوز في الزيت، ندير له نار مهيله حتى ياخذ اللون الذهبي ديالو. بقى هو هذا تا هو كنحمر في الزيت، هو هذا. نحمر الجلن تا هو في الكوكوط، نحمره شويه حتى يتبدل اللون ديالو. على النار مهيله هنا شويه اللوز نحمرو تا هو شويه بالقشره ديالو على النار هادئه. تا هو كنحمر الدقيق على نار مهيله في الكوكوط حتى ياخذ اللون الذهبي ديالو، حتى يولي اللون ديالو مذهب. ندير غير بشويه بشويه، كيلو قسمته على 3 المرات، كل مره كندير شويه باش يتحمر فيه الساع ما يتحرقش وما نريدش من التحراك. نحمص الدقيق، ها هو الدقيق بعد ما حمصته وهذا هذا اللون الذهبي. بعد غادي نغربلو نص ديال اللوز، غادي نطحنوه يطلق الدم ديالو، النص الاخر نخليوه. هذا هو اللوز برانيني، وبنفس الطريقه غادي ندير الكاوكاو والزنجلان. نطحن نص الكميه نطحنها ونص الكميه نديرها غير نهرمشها. الكاوكاو نفس الطريقه اللي درتها اللوز نديرها الكاوكاو غنديرها الزنجلان. حتى الزنجلان غادي نطحنو، هذا غادي نطحنو مزيان وهذا غادي شويه غادي نهرمشو وشويه غادي نديرو مجبر. هاد اللوز هو غادي نهرمشو شويه. عندي النافع، حبه حلاوه والبسباس، جوج معالق كبار ولا جوج معالق ونص من الحاجه. الزبده هي هذه، هيبتها حتى على النار مهيله حتى تبدل الكولور ديالها. هاد الرغوه الكشكوشه حيدتها لها. دابا غادي نطفي عليها الفرينه، غربلتها هذه الفرينه اللي حمرت. هنايا عندي اللوز طحنته مزيان حتى طلق الزيت ديالو على شكل برانيني. عندي هنا اللوز مهرمش داك بالقشور ديالو. عندي هنايا اللوز مهرمش داك اللي كنت سلقته نقيت واللي تقليته. عندي هنايا اللوز على شكل باش نديكوري به اللوز حب. عندي هنايا الكاوكاو طحنته على شكل برانيني، طحنته مزيان تطلق الزيت ديالو. عندي هنا الكاوكاو مهرمش. عندي هنايا الزنجلان مهرمش هرمشته. عندي الزنجلان هذا طحنته حتى طلق الزيت ديالو، طحنته مزيان. عندي هنايا الزنجلان حبوب. عندي ليدام، هذه الزبده اللي طيبتها معكم وزدت عليها الزيت اللي قليت فيها اللوز، ولا خصني ليدام غادي نزيد زيت الزيتون. وعندي السكر كلاصي. السكر دائما على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف كاين اللي ما كيبغيش. عندي المسكه الحره مطحونه مع السكر، غادي نستعمل منها 2 معالق. عندي النافع، حبه حلاوه والبسباس مطحونين ومغربلين
2 معالق ونص كبار او 3 كبار. وعندي الطحين اللي حمرته معكم وغربلته. ودابا غادي نمشي نزيد القرفه راني نسيت ما جبتهاش، غادي نمشي نجيب القرفه. هي غادي نستعمل منها واحد 3 المعالق كبار. هما هادو المكونات. بالنسبه للدقيق عندي هنايا كيلو و200 غرام ديال الدقيق. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملح، انا نسيت ما ذكرتهاش، هي هذه. غادي نوضع كلشي في القصعه ديالي باش غادي نخلط ونرجع معكم. انا درت جميع النواشف ديالي كما راكم تشوفوا. غادي نزيد لهم واحد القبيصه ديال الملح، هي هذه شويه ما نكثرش. بسم الله. غادي نخلط هذا الشيء كامل. نخلطو مزيان مع الفرينه ومع الطحين. مسكر الحرة. غادي نزيد سوائل. هذا اللوز عندي، هذا الكاوكاو، هذا الزنجلان، دابا غادي نحاول نخلط كلشي هذا الشيء نعجنو. ثاني من بعد من نخلطو مزيان نبقى نزيد فيه الزبده والزيت ديال اللي قليت فيها اللوز، ولا خاصني على الدهان. الا لقيتو عاد ناشف غادي نكمل بزيت الزيتون. نحكو مزيان. دابا غادي نزيد الزيت ليدان. وإلا جاكم ناشف ومازال خصو ليدان زيدوا له زيت الزيتون حتى هي كتجي زوينه. تنقيكم مزيان عجنوا مزيان على هاد الطريقه. واخا محتاج كاع نزيدو زيت الزيتون. هاهي غادي نستعمل. هنا زادي شويه جاني شويه من السوس، نزيدو شويه السكر كلاص. غادي نزيد لكم مزيان حتى نولي معكم في طبق التقديم. وسلو ديالي ها هو وجد كما كتشوفوا، جا زوين تبارك الله ومعلك. دلكتو مزيان، ضروري ما دلكوه مزيان باش ينسجموا دوك المكونات مع بعضهم. نتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنسونيش باللايك. ورمضان مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه.